السنتين دول حد هيفتكر وزير زراعه؟ دكتور فوزي. دكتور عاطف صقر. يا حبيبي ايه المفاجاه الجميله دي؟ الله يخليك. ايه ده؟ تعال. تسلم لي. اه شلونك؟ شو اخبارك؟ ازيك يا دكتور عاطف؟ الحمد لله رب العالمين على كل حال. دكتور عاطف كان زميلي في جامعه دمشق، استاذ فلسفه في كليه الاداب. يا اهلا وسهلا يا دكتور عاطف. اهلا وسهلا فيك يا استاذ. لما انت بتعمل ايه هنا؟ يا دكتور، هذا السؤال ما بتجاوب عليه غير بكلمة لأنه اللي مغروز خنجر بصدره ما بيقدر يقول غير خنجر ايه يا دكتور؟ دكتور، هي الكلمة نسيتها من زمان، ما عاد تذكرتها. مالك بتتكلم بمراره كده يا دكتور عاطف؟ أنت بتعرف شو بشتغل أنا هون يا دكتور؟ جرسون بفندق قريب من هون. جرسون؟ إيه جرسون؟ مشان نلاقي مكان نام فيه بآخر الليل. انت هربان من حاجه؟ إيه هربان؟ هربان من بلدي، هربان من بيتي، هربان من الرصاص اللي صار حوالينا بكل مكان. أنا عندي 3 أولاد أنت بتعرفهم، وأنا قاعد معك هون ما بعرف عنه شيء نهائيا. اجت قذيفة على بيتي، قتلت مرتي، ماتت على إيدي هدول، الله يرحمها. نفدت وجيت أنا لهم. لا حول الله، لا حول الله. أنا كنت معارض، وأنت بتعرف إني أنا ضد الدكتاتورية وضد الاستبداد وضد النظام، وياما دخلت سجون. ولما قامت الثورة أنا أول واحد كنت بالمقدمة، بس ما كنا بنعرف إنه رح نوصل لهذا المواصيل اللي وصلنا له هلا. اي ثوره لها ثمن لازم يدفع يا دكتور عاطف. ثورة؟ ثورة شو اللي بتوصلنا لهذا الحال؟ شايف هذا اللي قاعد جوا؟ هذا الدكتور جميل غندور، ايوه رئيس قسم التاريخ بجامعة دمشق. عارفه. تعرف شو بيشتغل؟ بياع كنافي. وهذا اللي جنبه الثاني كمان دكتور بجامعة كلية الآداب جامعة دمشق، بيشتغل عند أبو عمار السوري، بيقطع شاورما. قل لي يا دكتور، شو عملت لنا الثورة؟ دمار؟ ضياع؟ وشتات؟ وموت؟ أنا كفرت بكل الكتب اللي قريتها وبكل الأفكار اللي أنا مؤمن فيها وكنت بوزعها على الناس. أنا اكتشفت إنه أنا وبسالي عاملين مثل الدكتور الغشيم اللي إجا يعمل عملية جراحية لينقذ وطن. مات الوطن. الوطن عمره ما يموت يا دكتور عاطف، عمر الوطن ما يموت. انما الثوره عشان تنجح لازم تاخد وقت ولازم يكون لها ضحايا. ضحايا؟ وقت؟ على حساب مين يا دكتور فوزي؟ شو الغاية لما بتنجح الثورة ويفشل الوطن؟ دكتور عاطف، انا معاك في كل كلمة قلتها. ايه يا عم جرجس، انتوا الاتنين هتبقوا ضدي ولا ايه؟ انا كمان مسافر وسايب بلدي يا دكتور فوزي، عشان كده حاسس بالحرقة اللي هو حاسسها بالظبط. يعني ايه؟ كنت عاوزين نسيب الفساد والاستبداد وما نقومش بالثوره؟ دكتور فوزي، عن اذنك سلم لي على الثورة. والله العظيم، والله العظيم يا حاج عشري انا ما جاي اشتري الارض، انا جاي طالب القرب. اهلا اهلا يا سياده المستشار. القرب في مين يا سياده المستشار؟ اني ابقى جنبكم معاكم وفي وسطيكم وتبقى انتوا اهلي. اصلك انت ما تعرفش يا حاج عشري، انا راجل مقطوع من شجره. ابويا كان الحاجه الوحيده اللي ليا في الدنيا وتوفى من كام شهر. قلت ما بديهاش بقى،
اشوف لي بلد كده تكون مريحه للاعصاب وشرحه زي بلدكم دي، واجي ابني لي بيت واعيش فيه بقيه حياتي. ده لو ما كنتش يعني ابقى تقيل عليكم. ده انت تشرف كل العائلات يا سياده المستشار. ده سياده البيه محافظ الوزير موصى عليك. تعيش يا راجل يا امير.